احنا من السعوديه ونحبكم يا اهل مصر. اخوي الله يسعدك اخوي يا حبيبي. اخواتنا والله. انا قابلت الراجل يسعدك. صدفه يا جدعان، بس طبعا احنا العرب هنا يعني بنعرف بعضنا، يعني لو شفتك انت في اخر الشارع هعرف ان انت عربي. صحيح، اهلا وسهلا. مش اللي انا شاكك ان هو في مصري شويه. مصر شويه ها. انا بقالي حوالي كام 20 دقيقه مستنيه يقول لي داخل عليك اهو، بلبس الكوتشي وجاي. في ايه يا عم؟ منور الدنيا كلها يا عم مشعل. الله يسلمك، النور نورك والله. الدنيا هنا منوره بوجودك يا مصطفى. ليه يا عم الدنيا منوره؟ عشان الصبح بس. جدا رائع. وانا على بالي اني مفكر اني جاي يعني بيكون في امطار وكذا، لاني شايف الطقس برضه امطار، واعتقد انه نازل مطر يعني من الساعه 9 الساعه 10 تقريبا. رائع المدينه سانت بطرسبرغ، جدا 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 يعني، مع انها من السياح ما يعرفوا المدينه هذه كثير. اغلب السياح يطلعون على موسكو، يعني اول ما يجي في باله روسيا على طول موسكو. بس بيتر زي ما انت شفت، ايه رايك؟ عجبتك بيتر؟ سانت بطرسبرغ جدا رائعه، واي مدينه سبحان الله يعني فيها انهار وفيها بحر جدا رائعه وجدا يعني فوق الخيال. الناس ما تعرفوش برضو ان زي ما قلت لك المدينه دي مبنيه على الميه اصلا، يعني المدينه دي كلها عباره عن جزيره محطوطه على الميه. تخيل بقى في اي لحظه كده ممكن على طول. تعرف تعوم ولا لا؟ لا ما عليك، نسبح في العميق. واقول لك على معلومه كمان ثانيه، انه الناس هنا الطبايع والثقافه الاجتماعيه والاسلوب والتعامل هنا فرق كبير عن العاصمه في موسكو. هنا الناس بتساعد، هنا الناس يعني تتفهم، الناس طيبه هنا عكس موسكو انا احس انه اغلب الناس اللي تروح هناك انه وحشين يعني في الاسلوب وزي كذا. وده لان موسكو يعني هي العاصمه، وغير ان هي العاصمه هي شغل بلد للشغل، شغل مفيش فيها اللي هو يعني الخروج وان انت تعيش حياتك دي مش موجوده قد كده زي ما موجوده هنا في بيتر. وغير ان بيتر هنا تلاقي الناس اكترتهم يعني بيتكلموا معاك انجليزي، ممكن يساعدوك بالانجليزي. بالضبط. المدن الروسيه الثانيه المختلفه يعني الناس يعني ممكن تلاقيهم يعني الاغلبيه ما بيتكلموش انجليزي وما بيعرفوش انجليزي، بيتكلموا روسي فقط بس. انما هنا في بيتر يعني الناس هنا ممكن تساعدك، وتلاقي منهم ناس كتيره قوي بتتكلم اللغه الانجليزيه يعني عشان السياحه وكده يعني. يا مشعل يا اخويا، لبيه. شايف اللي هناك دوت الحصان ده؟ ايه، تروح تلمس رجله هيحسن لك حظك. يا سلام. دي يعني تحط ايدك كده ايه، حياتك كلها تتغير. يعني تتمنى امنيه وبعد كده ايه تحت رجلك ينزل المقطع ان شاء الله في اليوتيوب. في مكان بقى هنا قدام شويه كانوا بيبيعوا يعني حاجات زي الدونات وكده، بيقف عليها الناس يعني. شايف قد ايه يعني؟ مش اكله شعبيه، ده حاجه زي الدونات كده صغيره يعني. كل ده طابور يا جدعان. كل ده طابور يا جدعان زي ما انتم شايفين كده، طابور كبير عشان خاطر ناكل حاجه كده هوريها لكم يعني. يا جدعان حوالي 10 دقايق مستنيين البونشكي، حاجات كده زي الدونات صغيره يعني من الاكلات الشعبيه. الحلويات هنا موجوده في سان بطرسبرغ. لسه واقفين ومستنيين والناس بيزقونا يا جدعان، بيرجعونا لورا. انا كنت واقف قدام بعدين رجعوني ورا تاني، بس يلا هنكمل يلا بينا. خلاص يا جدعان قربنا اهوت وخلاص وصلنا قربنا. هنشوف بقى هل طعمها يستاهل فعلا الطابور ده كله يقف، الناس دي كلها تقف عشان خاطر الحاجات دي ولا لا. كنت добрый 6 штук. Ваши вот это. Да. С собой. 6 пишешь, что еще? زي ما انتم شايفين يا جدعان كمية الناس رهيبة يا جدعان. حاسس بايه بعد ما خدنا اللي احنا عايزينه يا مشعل؟ اي والله حاسس كده. يلا اخيرا دوق كده انت الاول وشوف يعني، قول لنا ايه رايك. انا اتعب، طعم يتعب صراحه. طعمها اقسم بالله تحفه يا جدعان، طعمها لذيذ قوي. عجبتك؟ جدا والله تستاهل الانتظار صراحه، مره مكان شهي. شفت الناس كانوا بيزقوني ازاي؟ ايوه مره يعني الناس كانوا بيزقوني.
في عصار عشان الدونات هذه صراحه يستاهل الموضوع. يلا يا عم الف هنا. عماري حبيبي. ممكن دلوقتي تسلم على مشعل كده، لان هنا عندهم عاده ان ما ينفعش يسلم وهو لابس الجوانتي. ايوه الا في حاله واحده بس. عارف ايه هي الحاله دي؟ إيه؟ لما يكون عندهم حد ميت. لو في حد ميت او عزا وانت داخل تسلم في العزا، ممكن تسلم وانت لابس الجوانتي او لابس الجلافز. غير كده لا. وكمان الطاقيه، يعني هم لابسين طاقيه. لو انت دخلت بيت او مكان مقفول لازم تقلع الطاقيه دي. الساحه اللي احنا وصلنا عندها دلوقتي هي ساحه الإرميتاج. الإرميتاج ده اكبر المتاحف اللي موجوده هنا في روسيا، وهو من اكبر المتاحف اللي موجوده في اوروبا وفي العالم كله. وده لان المتحف بيحتوي على حوالي 3 مليون قطعه اثريه. انت متخيل 3 مليون قطعه اثريه موجوده هنا في المتحف ده؟ عشان كده بيجوا له السياح من كل مكان في العالم، حتى يعني شتاء او صيف تلاقي الناس زي ما انت شايف كده، يعني زحمه في كل مكان. وتلاقي يعني سياح مش شرط سياحه يعني من بره روسيا، لا، الروس بيجوا هنا سياحه من مدن تانية، وفي ناس بيجي لها بقى من الدول العربيه، من اوروبا، من كل الاماكن في العالم يعني. المتحف هنا مبني على حوالي 233 ألف متر مربع، يعني ضخم جدا. عشان كده ده يعني يعتبر من أكبر المتاحف اللي موجودة هنا في روسيا، ومن أكبر المتاحف اللي موجودة في العالم كله. ومن ضمنها قطع أثرية مصرية مصر هدتها هنا لروسيا. مشعل من حب لمصر لما عرف ان هنا في حاجات مصريه وكده وحاجات، قال لي يلا ندخل يا عم، يلا بينا. قال لي لا هندخل برضه. انا رحت مصر وما دخلت الاهرامات، شفت بالمومي هنا ما ادخل، لا بدخل. يلا بينا هندخل دلوقتي ونشوف الحاجات كلها اللي جوه، ونشوف الحاجات المصريه كمان. عدينا من البوابه بيبقى عليها امن كانك داخل المطار بالظبط. طبيعي 3 مليون قطعه اثريه يا جدعان. عدينا الاول من البوابه ودخلنا، هنشتري دلوقتي التذاكر وندخل نشوف القطع الاثريه اللي هنا دي. وخلاص اشترينا التذكره 500 روبل يا جدعان، في ب 1500 لو انت محتاج حد معاك جوه يشرح لك ايه الحاجات اللي موجوده. يلا جاهز؟ يلا بسم الله. طبعا اعطيكم معلومه كده على السريع، اي مكان تدخلوه في سانت بطرسبرغ مكان فيه تهويه حاره، تدفئه، في المطاعم، في الفنادق، في كل مكان، في المتاحف، اي مكان في روسيا. مغلق. في روسيا اي مكان مغلق دايما بيبقى فيه دفايات ويعني مكان للتدفئه وكده. هم دلوقتي طلبوا مننا ان احنا نقلع الجواكت الدخول. وعلى فكره ان انت تقلع الجاكيت دي مش موجوده بس في المتاحف، في كل البيوت. اول ما تدخل اي بيت روسي لازم تقلع الجاكيت احتراما للبيت، يعني لازم تقلع الجاكيت. قدام الباب هتلاقي كل بيت هنا بيبقى عنده مكان بره على الباب تعلق عليه الجاكيت، تعلق عليه الطاقيه، وتعلق عليه الجلافز، تقلع الجلافز وتقلعه. هنا بيبيعوا سماعات. السماعة دي بتبقى محطوطة بكل اللغات عشان تقدر تمشي بيها في قلب المتحف، وبتعرفك كل اللي موجود هنا. كل ما تروح في مكان تقول لك ايه الحاجات اللي موجودة وايه الآثار اللي موجودة، وتحكي لك عنها شوية. وخلاص يا جدعان دخلنا اللي فيه الآثار المصرية.
سلام. اتفرج بقى على مشهد. تعال يلا، اوريك بنتفرج. تعال اوريك جدو. اعطينا بكل интересно. الآثار المصرية موجودة في كل مكان هنا، وده يعني من أكتر الأماكن اللي بتشد الناس أكتر إن هو تدخل يعني هنا بالذات.